السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة محمد كريم. أنا طالع النهاردة معاكم يا شباب، عايز أقول لكم على موضوع كده. مهما بلغت بيك الأمور من صعاب ومن مواقف ومن مشاكل حصلت معاك في حياتك، ومهما انت عملت معاصي وارتكبت ذنوب، دايما خلي بينك ما بين ربنا سبحانه وتعالى باب موارب، او يعني خلي بينك ما بين ربنا سبحانه وتعالى حاجة كده خفية لا يعلمها الا الله عز وجل، لا يعلمها الا المولى عز وجل، تبقى بينك ما بين ربنا سبحانه وتعالى. صدقة تديها لحد مثلا كده من غير ما تتكلم او ما حدش يشوفك، ايا كان يعني عمل تعمله كده في الخفاء، بحيث ان انت تخلي كده يعني لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى بالعمل الخفي ده يزيح عنك هم، يشيل عنك والعياذ بالله كرب او مصيبة، وتبقى من داخلك بتعمل الحاجة دي وانت بتبتغي فيها وجه الكريم عز وجل. يعني كم من ناس بتعمل اعمال خيرية وبتعمل حاجات كويسة، ولكن الله اعلم بباطنها ايه، يعني بتعملها في الظاهر قدام الناس كلها، ولكن العمل الخفي اللي ما بينك ما بين ربنا سبحانه وتعالى ده فضله اعظم عند المولى عز وجل. كل ما كانت الصدقة الخفية اللي لا يعلمها الا الله عز وجل، كل ما كان مقدارها عند ربنا سبحانه وتعالى اعلى وافضل بكثير. لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى بالعمل الخفي ده يكون سبب في دخولك الجنة، يكون سبب في زيح هم أو غم أو كرب أنت بتمر بيه، أو مثلا أو ربنا سبحانه وتعالى يكفينا ويكفيكم الشر، مرض أو حاجة مثلا عندك أو عند حد عزيز عليك، فأنت بنية الشفاء عنه ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنك الكرب. وفي قصة كده أحب أقول لكم عليها. زمان كان في حد والدته تعبانة جدا، فهو ما كانش عارف يعمل ايه. المهم كان الراجل ده بياخد أكل ومية ويطلع بيهم في الصحراء يسقي بيهم الطير والحيوانات اللي في الصحراء. ففي يوم من الأيام والدته تعبت فراح يكشف لها. المهم اكتشف ان عند والدته عندها مرض والعياذ بالله خبيث جدا، فقعد فترة ما بيروحش يعمل العمل اللي كان بيعمله دوت. المهم يعني كان متضايق ومحبط.